عليكم، مرحبا بكم معايا في القناه ديالكم قناه حلويات الداري. اليوم جبت لكم وصفه جديده، بتي بان بلا بيض بلا حليب، اقتصادي وكيجي هو بتي بان كرواسون كتخرجوا منه اللي بغيتو، وكيجي هشيش وجديد وغادي يعجبكم ان شاء الله. تبعوا معايا الوصفه والمقادير وغادي تشوفوا اللي غادا نحتاجو لهذا الكرواسون ديالنا ديال اليوم. عندي هنا 2 معالق ديال الخل، انا دايره الخل الحامض ولكن باي خل كان عندكم متواجد ماشي مشكل. عندي كاس مع مرش ديال الزيت، تقريبا بقى غير واحد شويه، نفس القياس ديال سنيده، سكر حبيبات. انا مولفه الزبده اللي شي بنات سولوني في لي كومونتير شنو الزبده اللي كنستعمل. انا مولفه كنستعمل يا اما اطلس ولا باتيسور، ولكن حتى ماماتي كتجي مزيانه للتوريق، زبده ديال التوريق هذا النوع حتى هو كيجي مزيان. عندي 2 ساشيات ديال الخماره، ساشي ديال الفاني، وهاد البيضه غير باش ندهنوا بها. ولا عندكم الفاني سائله بحال هذه روح ديال الفاني استعملوه يكون احسن. معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز هذه ولا المعجونه اللي كان، وشويه ديال الملحه والماء دافي. وللتزيين عندنا هاد الزبده نحتاجوها للتوريق، عندنا ناباج ندهن به لي كرواسون ديالنا من الفوق، حيت ندير 2 انواع. وعندنا الشكلاط، اللي عنده شكلاط اللي كان واجد عنده ديال لي كرواسون يستعملو، اللي ما عندوش ياخذ هذا ويقطعو، راه حتى هو بنين كيجي المذاق زوين وكيجي من عامر من الداخل. عندي اللوز ايفيلي، غادا نحمرو واحد شويه ملي ندخل لي كرواسون للفران نديرو حتى هو في ديك السخونيه يتحمر. باش العجين عندنا كيلو ديال الطحين، كيلو تماما كيجي نيشان. نديرو كيلو ديال الطحين ديالنا في الكسخه، كيلو نيشان، ما نزيدو ما نقصو. بسم الله. نديرو ديك السكر حبيبات في الوسط، نديرو الزيت، غندير كلشي دقه واحده. وهذا كما قلت لكم هذا كرواسون لا بتي بان اقتصادي جدا وناجح 100%، وكيجي بنين، وغادي تجربوه ما غتسخاوش به ان شاء الله. تبقاو ديروه دائما، غنشجعكم ما تبقاوش تشرو من الزنقه نهائيا. ندير 2 ساشيات ديال الخماره، كندير كلشي في مره ونعجن. اللي بغى يدير في العجانه يدير، انا سبحان الله واخا العجانه كاينه كتعجبني الشغل ديال اليد. جاد معلقه صغيره هكا ديال الملحه، ومعلقه كبيره معامره ديال الخميره ديال الخبز، لان هاد العجينه ما غنخليهاش تخمر. وعاد والماء دافي كما قلت لكم باش نجمعوا. غادا نعجنوها مباشره ونورقوها، نديروا لها الفيتاج ديالها وعاد نخلوها تخمر. بسم الله. كما كتشوفوا على هذا الشكل نجمعوا هكا. السلام عليكم. ها هو العجين ديالنا بعد ما جمعناه كيجي على هذا الشكل، ما هو قاصح، ما هو المهم قلت لكم تقريبا بحال ديال المسمن. انا غنقسمو على 2 كما كتشوفوا هكا. المهم هاد الكرواسون كيخرج لنا كميه كبيره، هانتوما غتشوفوا شحال غيخرج لنا. نغطيها كل وحده بلاستيكه ونحطهم هنايا بجيه، وندور ناخذ ديك الزبده ديالنا. غادا نحلوها بالحلال على القياس اللي غنحتاجو ديال اللي غنحلو العجين. نقطعنا هاد البلاستيكه على 2 كما كتشوفوا، باش اللي ما عندوش الفيلم اليمونتير ممكن يحتاج يستعمل هادو، ما كان حتى مشكل، حتى هما نقيين. انا ناخذ القطعه الاولى اللي فيها هذه 250 غرام رابعه، غادا نديرها في نص كيلو ديال الدقيق ديال، هي هذه نص كيلو ديال العجين، حيت درنا كيلو ديال الدقيق هنايا. ديما نص الكميه ديال الزبده في الكرواسون ولا في المورقات كتكون هي نص الكميه ديال الدقيق. بسم الله. نضربوها على هذا الشكل باش ما ندير لكمش الصداع، نبقى نضربها ومن بعد نحلها بالدلاك حتى تولي قطعه قد هذا، تقريبا نفس الطريقه ديال العجين المورق. ومن بعد نتلاقاو باش نطلق العجين ونوريكم كيفاش ندخلوها في وسط العجين ديالنا. ها هي الزبده ديالنا، انا طلقتها على هذا الشكل، كتجي بنفس السمك، درتها بين جوج ميكات، كتجي بنفس السمك ونفس القياس. انا غنطلق دابا هذا العجين قدامكم
نشوفوا كيفاش غادي ندخل فيه هاد الزبده. بسم الله. وها الطريقه اللي غادا نديرها حتى القطعه هذه الثانيه ديال العجين، ندير لهم نفس الطريقه. نوري لكم دابا في الطريقه الاولى. ندخلوا فيها الزبده ونطويوها 3 ديال الطويات فقط، ما نديروش بزاف 4 ولا 5 بحال اللي كنديروا في العجين المورق. نديروا غير 3 ديال الثنيات، ومن بعد نبداو نخليوها ترتاح ربع ساعه باش تخمر شي شويه، ومن بعد نبداو نخدموا حنايا الكرواسون ديالنا. نديروا الاشكال اللي بغينا. هذا العجين هذا ممكن ديروا منه لي شناك، ديروا منه لي شوسون. انا يمكن غندير لي شوسون وندير كرواسون، مازال ما خدمتش، ولكن كرواسون غنديرو ان شاء الله، وممكن ندير حتى لي شوسون، وممكن ديري منه حتى لي باليين. المهم دوك المورقات اللي كيتباعوا ممكن ديرهم كاملين بعد العجين كيصدقوا فيهم. ولا بغيتي ديريه مالح غادا تنقصي سنيده وتحيدي الفاني. هذا نحطو هنايا، نحط الزبده ديالي هنا ونتني عليها مره واحده على هذا الشكل، نغطيها كامله بالعجين تما تكون واضحه. ونزيد الدقيق، ها هي الزبده ديالنا هنا، نتني عليها هكا العجين. ها هي كتجي على قدها على قد العجين. ونبدا ندلك دابا، ندلكو هكا، نزيد نطلق هذه. نديروها هاد العمليه 3 المرات، 3 المرات، ونخليوها ترتاح واحد ربع ساعه. ما غاديش تخمر فيها، يلا تطلق لنا العجين باش تجينا سهله في التشكيل. ونرجعوا ان شاء الله باش نشكلوها. انا نتنيها على هذا الشكل هكا على 3. دابا باش تبان لكم احسن، انا طويتها على 2 ونزيد نعاود نطويها هكا على 3. دابا كنولي نردها هكا بالطول ونعاود نطلقها على 3. كل ما تجينا هكا طوله نطلقوها على نفس الطول ديالها، ونخليو العجين ديالنا ترتاح المده ديال ربع ساعه كما قلت لكم، ونرجعوا ان شاء الله باش نشكلوها. العجينه ديالنا بعد ما ارتاحت كما كتشوفوا غلفتها في البلاستيك ولا الفيلم اليمونتير، خليتها ارتاحت واحد ربع ساعه. نبداو دابا بسم الله نشكلوها مع بعض. انا غنقسمها على 2 حيت تبارك الله راه كبيره باش تجيني سهله في التوريق. نديرو الشكل الاول اللي هو كرواسون بالشكلاط، كرواسون عادي اللي كتعرفوا الجميع. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي الفيتاج ديالها، واخا خامره كيبقى الفيتاج زوين. نبدا ندير الدقيق. هنا حضرت المطابع اللي غنستعملها للقطع على نقطع بها، وهذه باش نديرو الشكل الثاني. الشكل الثاني غنديرو دي شوسون ونعملهم بالكريم باتيسير بالسيترون ديال الحامض. دابا تشوفوها معايا. وهنا عندي البيض، بيضه كامله كنضربها هكا. الشكل الاول غنديرها غير بالبيض، والشكل الثاني غادا نزيد فيها معلقه الكاكاو باش يجي اللون زوين. نبداو دابا بسم الله. نبدا نطلق هكا على الشكل، نطلقو بشكل طولي باش غادي نخرج منها لي كرواسون. ما نرققوهاش بزاف، واخا غتولي تخمر ولكن ما كنرققوهاش. انا ندير لكم كرواسون ديال الدار اللي يجيكم ساهل وما تضيعوش منه، ما تضيعوا فيه والو، ما يبقاو لكمش لي شويت ديال العجين. ان شاء الله غادي تعجبكم هاد الوصفه.
نبدا دابا نقطع. نبدا بالحبه الاولى، تجي شويه اوجه ماشي مشكل، احسن ما تحيدوا هذا الشيت. نقطعوها على هذا الشكل. انا غادي كندير شكل مثلثات كبار، تيكونوا طوال ولكن العرض ما عرضش باش ما تجيش الحبه كبيره بزاف. صافي ناخذ الشوكولاط ديالنا نبداو نستفوه هكا. كما قلت لكم انا الشوكولاط اللي بغى يدير هذاك ديال بتي بارا كيتباع واجد. انا دابا ما متوفرش عندي، درت هذا حتى هذا راه كيجي بلين وكيجي معلك من داخل. نكملو كامل على هذه الطريقه هذه ونبداو نلويوهم وندهنوه بالبيض. انا غنقسم هذاك البيض، هذا بغيت ندير فيه الكاكاو بما انه فيه الشوكولاط لداخل، بغيت ندير فيه الكاكاو. نلويو هكا على هذا الشكل، تجي الحبه ديالنا هكا. ها هو الكرواسون ديالنا. حاولوا ديروه مقاد. نمشي نكملو كامل على هذا الشكل. لكم انا نقسمها دابا، ندير شويه نخليه هكا، وهاد شويه ندير فيه الكاكاو. ندير معلقه ديال الكاكاو. كما كتشوفوا معلقه صغيره ديال الكاكاو، لان درنا داخل الشوكولاط كيجي المنظر ديالو زوين هكا بالكاكاو. وهذاك البيض الاخر غادي نزيد فيه شويه من هذا الفاني هذا باش ما يجيش مزفر. ملي نكون ندهن دوك لي شوسون ديال ولا عندكم نكهه الحامض سير زيدوا فيه نكهه الحامض، لان الكريم باتيسير انا خدمها بالحامض. حتى شي نهار ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو عليها ضروري. وكما قلت لكم الا بغيتوا هادو تخدموا به كرواسون مالح راه نحيدوا الفاني ونقصوا السكر، نديروا فيه شويه ديال السكر ولكن نقصوا. هذا غندهنوه هكا على هذا الشكل. ندهنوه هكا ونديروه في اللاطه، نخليه يتخمر واحد نص ساعه، يزيد يتخمر واحد نص ساعه اخرى وعاد ندخلوه للفران. كيجي هكا كما كتشوفوا دابا. انا نكمل هادو، نجمع هادو وندير معكم الشكل الثاني ونخليه يخمر ونتلاقاو ان شاء الله. نتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. ها هي العجين ديالنا الثانيه طلقتها. ناخذ دابا القطاعه نشوفوا الاشكال. وهنا عندي لا كريم باتيسير اللي كنت صايبتها قلت لكم بالحامض. ها هي كنت غطيتها ودخلتها للثلاجه باش تبرد شي شويه. نجيب ملعقه باش نهزها. بسم الله. نقطعوا الشكل الاول، نحاولوا باش ما نخلوش حتى هنا العجين بزاف باش ما تضيع لكمش وما تعذبكمش. خلي هنا باش تشوفوا شنو غادي ندير. غادي ناخذ هذه القطاعه نقطع على هذا الشكل. المهم انا كناخذ هذه غير فكره وانتوما ديروا الشكل اللي يعجبكم. ناخذ البيض ندير هكا في الجوانب، نلصق هذيك اللي حليناها هكا، نعمروها بلا كريم باتيسير، نعمروا لها الوسطين شويه ماشي بزاف. غادا طيب معاها هذه هكا يجي ما تغطى داك الوسط ديالها. ونولو ندهنو هذا الاطراف هذه كامله بالبيض. وحتى هذه القطعه هذه اللي قطعنا هذه اللي حيدنا كندهنوها بالبيض، كندهنوها هكا بالبيض كما كتشوفوا. وكنطيبوها مرافقه مع هذه، هي نطيبوها في لاطه بوحدها لحقاش هذه غتاخذ الوقت عليها.
غنطيبوها في لاطاب بوحدها، وملي طيب غادي نشوفوا كيفاش غادا تجي. انا ندير معكم وحده اخرى، حبه اخرى، ونحطهم في اللاطا يخمروا ضروري يخمروا واحد نص ساعه. غادي نشوفوا المره الثانيه. هذه ناخذوا القطعه لكم. ها هو بتي بان ديالنا كرواسون جد. هادو اللي درتهم شوسون، درتهم على شكل فولوفون اللي عمرناهم بالكريم باتيسير، كيما كيجيو على هذا الشكل. هيا كريم باتيسير لداخل، ودرت لهم هذا الشكل بحال لي فولوفون. غطيتهم، درت لهم شويه ديال اللوز ايفيلي من الفوق، دهنتهم بالناباج، سخنته فوق النار في الكاسرونه ودهنت به ودرتو على هذا الشكل هذا. وكما يمكن لكم طيبوهم خاويين، الا ما بغيتوش ديروا كريم باتيسير طيبوهم لداخل خاويين، وملي طيبوا تعمروهم بلا كونفيتور وتدهنوهم غير بلا كونفيتور كيجيو زويونين. وهذا الشكل الاخر اللي درناه بتي بان او شوكولا، ها هو كيجي على هذا الشكل، كيجي من فوق ورطب وكيجي مورق كما كتشوفوا. بقيت في اطار الشوكولات، حكيت الشوكولا بيضاء حكيتها غير في الحكاكه ودرتها هكا من الفوق. هذا ماشي الكوك. نتمنى يعجبوكم هاد جوج وصفات ديال اليوم اللي جاو على هاد الشكل هكا، ساهلين وبساط وكيخرجوا 50 حبه. دابا ديك العجينه المقادير اللي عطيت لكم راه خرجت 50 حبه، وهادو في سوغ كوموند كنخدموهم 2 دراهم حتى ل 50 ريال الحبه، باش تاخذوا فكره. لان البنت كانت سولاتني على الاثمنه، وراني وعدتها ان شاء الله ندير فيديو ديال الاثمنه. مازال ما كتبش، ولكن نولي دابا ان شاء الله في كل ما نحط لكم وصفه ولا نحط لكم شي حاجه اللي كتكون كوموند غادا نقول لكم الثمن ديالها.